خلينا نسأل سؤال مهم. الثلاث نقاط أهم لو بتلعب خارج أرضك وبتلعب خصم قوي؟ الثلاث نقاط هي أهم حاجة ولا اللعب والمتعة هو الأهم؟ للأسف الإجابة على السؤال ده هي الثلاث نقاط هي الأهم. زي ما أرسنال عمل النهاردة، من أقل خطأ ارتكبه حارس مانشستر يونايتد قدر من خلاله أرسنال يحقق الثلاث نقاط. حتى لو راس حربة أرسنال لم يسدد أي تسديدة خلال الماتش، حتى لو قلت لك ان الخطوره من ساكا ومارتينيلي ما كانتش موجوده. طب اليونايتد ظهر بشكل قوي، عكس اليونايتد الموسم السابق، عكس اليونايتد مع تين هاج. النهارده انت بتشوف لاول مره خط هجوم اليونايتد لا في كوره، لا في لعب، في اصرار ان هم يتعادلوا. اي نعم الوقت، واي نعم ما كانش في توفيق ناحيه اليونايتد ان هو يتعادل، واي نعم امورين غلط في مشاركه ميسن ماونت في بدايه الماتش. بس بالرغم من كل ده احنا شفنا نسخه من اليونايتد، نسخه قويه، وعايزين نشوف اليونايتد خلال الموسم شكله ايه. بس السؤال الاهم اللي احنا سالناه في البدايه هو الثلاث نقاط اهم ولا اللعب والمتعه؟